حد سألني انا مرة قلت المعدة ما بتشكرش، يعني ايه؟ يعني ايه المعدة ما بتشكرش؟ ويحرسكوا ليا ويخليكوا يا رب. انا ابويا مرة وانا صغيرة كنت يعني ايه، ما نفطر فول او ناكل فول وجبنة او ناكل بيضة وحتة جبنة على حسب من اليوم ما بيبقى ايه، لان احنا ما كناش كل يوم زي بعض. فكنت وانا راجعه من المدرسه مش عارفه امي ما كانتش في البيت، فعملوا سندوتشات مش عارفه ايه، واحنا كنا متعودين ولحد دلوقتي متعودين على اننا ناكل فراخ لحمه رز، فراخ لحمه رز. اوكي. في اليوم ده او مثلا على سمك، يوم سمك، يوم نسينا رقية. شكرا شكرا الف شكر، ميرسي قوي. بس قرنبيطايه ممكن نعمل. ممكن، احنا مشهورين قوي في اسكندريه بالفول بالسجق، حتى اصحابي اللي بيجوا لي البيت وبنخرج مع بعض دايما ناكل فول بالسجق. العيش باللحمه ده انا اعمله في البيت، عشان انا بفرد العيش، بفرد العجين وبخمره، بس الاول بحط فيه اللحمه وبعدين اسيبه يخمر عشان ما حركوش من مكانه فيفس. هو كده يعني يطلع منه الهواء. فرجعت من المدرسه ما لقيتش فيه اكل بقى طبيخ في البيت، عكعك. قعدت متضايقه وحرنت عن الاكل ومش هاكل ومش عارفه ايه وبتاع. فلقيت بابا بيقول لي المعده ما بتشكرش. كنت في رابعه ابتدائي. قلت له يعني ايه؟ فقال لي المعده ما بتشكرش. قالها لي 3 4 مرات وسابني ومشي، حط لي الاكل عشان اكل. بصوا يا حبايبي، قال لي لما تبقى جعان، لما تبقي جعانه والطبق يتحط قدامكم، خليه طبق متوضب شكله حلو، وانت بتاكل العين بتاكل قبل البق وقبل ما التذوق وكده، وكلت وشبعت، معدتك مش هتقولك لا ده لحمه، لا ده فراخ، لا ده سمك، لا ده جمبري. هو انت جعان اكلت. وفي مثل بيقول، يعني انا من اسره متوسطه ويمكن اقل كمان متوسطه في الاصل، في مثل بيقول في فقر يشبه غنى، وغنى يشبه فقر. يعني ايه؟ انا كل شويه هطلع اشرح لكم شويه حاجات من الحاجات اللي انا اتعلمتها وانا صغيره. ممكن تبقى عندك عايش في اوضه وصاله او اوضه، بس المجرد ان الملايه مشدوده او مكويه